يا بونو خلاص يرحم والديك خلاص. كل بلنتيات قدام نصر، قدام اهلي، كاس ملك، كاس سوبر، خلاص يا بونو. بونو يا جماعه يأهل الهلال للنهائي. نعم يا اخوان، بونو الهلال ما شفناه اليوم. الهلال المعتاد، الهلال هلال مالكم، هلال دفاع كوليبالي، الهلال اللي يمتع ما شفناه اليوم. تأهل اليوم بأقل مجهود. وبونو هو كان رجل مباراة. نعم يا جماعة، حتى لو دخل فيه هدف فيرمينو لكن مو مشكلة، بونو كان رجل مباراة. بونو يا جماعة هذا حارس استثنائي بكرة القدم، بكل أمانة أتكلم. بلنتيات الهلال احتفل، جمهور الهلال احتفل قبل ما يلعبون. فيجا ضيع، إيبانيز ضيع، قبلها برازيفيس ضيع، تلس ضيع مع النصر كأس الملك. بونو هو اللي قاعد يجيب البطولات للهلال، بطولتين باسم، لو جت السوبر اسم بونو. بونو المفروض يحطون صورته خلاص. بونو هو جاب بطولتين رسمية للهلال بأقل من كم شهر. حارس ما تغير ولا تأخر، يعني حارس هذا هو مستواه، نفس الشيء ما يتغير، لا هو خذلان ولا هو كويس دائم، لا يعطيك كويس دائم، ما يعطيك خذلان. حارس عظيم صراحة. مبروك الهلال اللي كان غايب عنك كوليبالي ومالكم بليه ومدري مين، وحتى سعود كان دكة. شوفوا وين يا جماعة، والأهلي ما فاز اليوم. مبروك الهلال وهارد لك الجمهور الأهلي. يعني بتقابلون النصر والتعاون. أنا أشوف أن النصر بصراحة، أنا أشوف أن أقرب شيء للنصر، بس هل النصر يستغل هذا الشيء وهذا الغياب بليهي وغياب مالكم وغياب؟ يا جماعة الموضوع شوي متعب بإذن الله تعالى أنها تكون صفرة بكرة قدام التعاون للنصر طبعا، والنهائي يكون أصفر للنصر بإذن الله. وهارد لك للأهلي ومبروك الهلال بصراحة التأهل للنهائي. في ختام المقطع هذا برنامج الأصفر، دائما متفاعل يا جماعة. حياكم هناك ونشوفكم على خير، توفيق. والله يا النادي الأهلي السعودي إنه نادي ما فيه طب. شجعناك اليوم وخسرت، والهلال رغم الغيابات فاز. غيابات كبيرة عنده، كولابالي، اليبليهي، مالكم، نيمار، ولكن الهلال إذا ما قدم أداء الحظ يوقف معه. آخر الدقائق سجلوا هدف. يعني الأهلي متى تفوز؟ تعال يا هلالي. لا والله إني أمزح يا أخوان. بإذن الله فوز بكرة نصراوي، وبإذن الله أن الكاس من نصيب النصر. قبل ختام، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسعدني إضافتك لي تعليقك، حتسب النور. الله يكتر بكم جميعا. السلام. يعني يبون نهاية الموسم نهاية خرافية، وتبدأ الموسم برضو بداية خرافية، تستقعد في المباراة وتستقعد في البلنتيات. الأمانة الأهلي ما قصر ومندي ما قصر، بس الهلال يا أخي أقسم بالله العظيم قاعد أفكر صدق هدف في دقيقة 90. وأنا قلت يعني في البرنامج الأصفر أن الهدف إذا جاء من الهلال بيكون بالراس يعني، لكن يعني تعرف اللي وصلوا مرحلة إنه خلاص تحس متأكدين بيجيبون التعادل. يعني حتى لما ميشيل عرى وزعلان، سافيتش يقول هد دقيقة 87 سافيتش بتنتهي المباراة يقول لك هد، فعلا جاب التعادل. يا أخي آخر مرة يعني فريق سعودي فاز عليهم قبل سنة كان في السوبر، يعني يا ساتر. حتى لما تأهلوا النهائي مو قاعدين يحتفلون، يحسسك انها مباراة ودية. يا أخي إذا أنت ما أنت بقدر الكاس خلي الأهلي يوصل النهائي تكفى. والله مباراة ما كانت الطموح هذا، والله كنا متوقعين أحسن من كذا، كنا متوقعين مباراة قوية حماس، لكن المباراة والله مو قد الطموح، ومباراة عادية، مباراة عادية. اليوم نصف نهائي السوبر عادية. مبروك لجمهور الهلال، هارد لك لجمهور الأهلي الكبير، هارد لك. الأهلي قدم مباراة كويسة، سيطر في المباراة كلها بيد نادي الأهلي. في فرص جته ما اغتنمها، الهلال بعد جته فرص، لكن الأهلي كان أفضل في المباراة. ركلة ترجيح حسم، هذا بوريكم إياه، حسم هذا حسمها. هذا لازم النهائي. إذا فزنا على التعاون بإذن الله ما نقل من التعاون نادي كبير. إذا فزنا على التعاون لازم ننهي المباراة قبل نوصل ركلات ترجيح، لابد أن ننهيها. هذا يا جماعة جدار ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والله مو بحسن لك، قسم بالله مو أحسن لك. نادي الهلال المغرد يقول هيا بنا إلى نهائي كاس الدرعية للسوبر السعودي. إذا فاز النصر على التعاون والله مو بطيب لك. النصر ما ينسى ثاره. بكرة بس يفوز النصر وتشوف من النصر. بكرة نخلص من التعاون بإذن الله. التعاون نادي ما نقلل منه، نخلص من التعاون ونذهب إلى نهائي كاس السوبر، وبإذن الله ناخذ حقنا اللي صار في كاس الملك. فزتوا في كاس الملك عفوا، وفزنا في البطولة العربية في النهائيات السنة دي واللي قبلها. الحين الفاصلة إذا فزنا على التعاون بإذن الله،
وكاس السوبر نصراوي بإذن الله ما تنام عينه. جيب الهلال جيبه. الله يسعد اوقاتكم حبايب قلبي، مبروك يا هلاليه، حظ اوفر لكم يا هلاويه. هلاويه انتم اللي من ضيعتم المباراه، انتم من ضيعتوا التاهل، انتم ضيعتوا بايديكم. الهلال انا قلت السابق انه الهلال جاهز، حتى لو غاب عنده بعض العناصر الاساسيه عنده البديل اللي راح يعوضه. اقرب مثال لكم شفتوه في المباراه نفسها، الاظهره ما كانت تأدي الاداء المطلوب منها، خرجهم المدرب ونزل ياسر الشهراني وسعود لاعبين اكثر اداء واكثر عطاء داخل الملعب، وشفتوا كيف تغير اسلوب الهلال بعد نزول الشهراني وسعود عبد الحميد. الاهلاويه ضيعوا المباراه من يديهم. اكبر غلط من مدرب الاهلي انه يطلع الاظهره وينزل 3 سناتر. خير يا عمي، انت قاعد تلعب قدام الهلال، تعطيه مساحات اكثر بهذه الطريقه، عسى ما شر. انتم اللي ضيعتوها، والهلال يستاهل التاهل للنهائي، ومبروك يا هلاليه تستاهلون، وحظ اوفر لكم يا هلاويه معوضين خير. الاهلي بهذا الاسلوب وبهذه العناصر ما ظنيت راح يقدم شيء هذا الموسم نهائيا، لانه بصراحه المستوى الاهلي ما يطمن لا جمهور ولا غيره. حاولوا انكم تغيرون في بعض العناصر او تجلبون بعض العناصر اللي تساند الفريق وتخليكم تنافسون على جميع البطولات. تحياتي لكم واحترام. هذه كان ما هي ركله جزاء، سقوط واضح من اللاعب فيجا بعد تدخل واضح من الشهراني وتلامس حقيقي داخل المنطقه، ولكن الادهى والامر ان الحكم اعطى او اشار بالبطاقه الصفراء للاعب نادي الاهلي فيجا بحجه التحايل. وين التحايل؟ ايش سبب السقوط؟ انا عدت لك اكثر من مره والله العظيم سقوط واضح وتلامس واضح. انا راح اترك لكم التعليق، انا بالنسبه لي اشوف انها ركله جزاء، وركله جزاء واضحه. اوكي الهلال سجل هدف التعادل وعاد في المباراه في الدقائق الاخيره، لكن برضو في النهايه اعطيني حقي، انا والله العظيم ماني اهلاوي، بس هذه واضح انها ركله جزاء. الاهلي كان الافضل في الملعب، هو كان الافضل، هو اللي تحكم في مجريات المباراه، هو اللي عرف يسير المباراه، هو اللي عرف يسجل قبل نادي الهلال. هدف تكتيكي جميل، تمريره طوليه من الحارس مندي الجناح اليمين رياض محرز، ثم تمريره ارضيه عرضيه لفيرمينو حطها في الشبكه بالقدم الضعيف. قلتها واعيدها وازيدها، ياسين بونو وحارس يعتبر ممتاز في ركلات الجزاء، لكن كحارس في كل الجوانب حارس عادي جدا، يستقبل احيانا اهداف عاديه، ولكن هو دائما تحصل تالق، تحصل دائما المستوى الكبير اللي قدمه ضد نادي النصر، ضد كريستيانو رونالدو. انا متاكد من النادي الاهلي لو كان يمتلك مدافعين ممتازين في الكرات الهوائيه وتخليص الفريق من الكرات الهوائيه كان اليوم حيفوز النادي الاهلي، لكن كانت العرضيه الهوائيه من اللاعب سالم الدوسري ذكيه جدا، حطها عند اللاعب متروفيتش اللي كان تمركزه اذكى من العرضيه، قدر يسجل من خلالها وتعادل النادي الهلال. اكتبوا رايكم في التعليقات ومين كان يستحق الفوز. الهلال يصعد لنهائي السوبر السعودي بعد فوزه على الاهلي بركلات الترجيح. مباراه كبيره، مباراه مهمه، مباراه بتثبت ان الهلال فريق كبير، شخصيه كبيره، بيقدر يرجع في المباراه حتى لو متاخر، وبيفرض شخصيته وبيفرض هيبته على المباراه. مباراه ايضا بتثبت ان ياسين بونو حارس مرمى من الطراز الفريد، حارس مرمى يستاهل كل جنيه دفع فيه، حارس كبير جدا رغم صغر سنه، الا انه حارس كبير جدا جدا، ومكسب كبير جدا لنادي الهلال السعودي، مكسب كبير جدا 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 للهلال. نجح الاهلي في التقدم في الدقيقه 66 في المباراه بهدف عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، ثم بيتعادل الهلال في اللحظات الاخيره من المباراه، تصبح النتيجه 1-1، ونلجأ لشوطين اضافيين. يجي دور ياسين بونو اللي دايما محافظ على جونه، بيقدر يحسم الموضوع وبيحسم الامور تماما لنادي الهلال، وبيخسر الاهلي الجيم.